السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا فيديو جديد وفكرة جديدة، وفكرة النهارده اللي إحنا هنقيم لاعبين الألتيميت توتي نشوف اللعيبة، نقيمهم من 10 ونشوف اللعيبة اللي تستحق اللي أنت تجيبها واللعيبة مش مهم اللي أنت تجيبها. فمن غير كلام كتير ما تنساش تحط لايك واشتراك وتكتب لي في التعليقات أي أفكار جديدة، ومن غير كلام كتير يلا نبدأ. واول حاجه كده اما نخش ندوس على المقايضات. لو انت مش عارف ازاي تجيب لعيبه الالتيميت وتقيدهم، تخش على المقايضات وبعد كده مقايضه اللاعب، وهتلاقي فريق العام الامثل. بصوا كلهم تلاقيهم موجودين. فاحنا ان شاء الله هنقيم كده التشكيلات ديت، هنقيمهم من 10 ونشوف اللاعب اللي انت تستحق تجيبه واللاعب اللي انت ما توفر حاجاتك وما تجيبوش. واول لاعب معانا هنقيمه وهو امبابي. يعني بصوا انا مش هقدر اتكلم. نسخة كارت امبابي مش سهلة خالص يعني. بصوا في الايقاع بتاعه من قبل ما يتطور، من قبل ما يحصل له اي حاجة، الايقاع 150. يعني هو سريع ودوت معمول في البدني كويس، في المراوغة كويس، في التسديد كويس. اهم حاجة بقى السمات، في سمة يعني جديدة وهي سمة التغلب على مصيدة التسلل. السمة ديت اللي مش عارفها، اللي هي في مصيدة التسلل ساعات لما مثلا لو انت بتلعب عرضيات وكده، فانت بتلاقي على طول اللعبة في مصيدة التسلل او كتير يعني. فهو هنا بيحاول يبطئ شوية ومش بيكون في مصيدة التسلل، فبيبقى يا دوبك كده ويطلع على طول. بصوا البتاع ديت بيكون مثلا بيخلي الكورة تسبقه وبعد كده هو بيجري على طول وهو سريع. يعني في السمات جامدة عنده. فأنا أقول لكم الطاقات اللي هيبقى فيها. امبابي لما اتطور أخد 30 تدريب، هيبقى الإيقاع 196، التسديد 200، يعني وصل في التسديد 200، تقييمي 8 من 10. اللي هو التسديد هيبقى فيه عيوب وكده. ونخش على اللاعب التاني وهو فيرجيل فان دايك. واول حاجه معانا مع فان دايك الكارت بتاعه اللي هو مش التيميت، الكارت المرشح بتاعه ما كانش حلو. الكارت يعني كان فيه حاجات وحشه، وممكن احط لكم لقطه. كارت يعني كان فيه حاجات وحشه يعني. ممكن يكون لاعب حلو، ما فيش لاعب وحش على طول، بس هو كان الكارت وحش. فهو دوت الكارت يعني مزودين الدفاع والبدني، بس محطين لك التسديد فوق 100 والتمرير والمراوغة. الكلام دوت كله طاقات على الفاضي. يعني انت لو جربته هتسمع كلامي، الكلام ده كله كلام على الفاضي، واللعبة بس بتظبط الكارت بس. مفيش ولا هيعرف يسدد والتمرير هيبقى حلو يعني نوعا ما، والمراوغة مفيش خالص، مش هيعرف يراوغ. والايقاع بتاعه برضه هيبقى تقيل، مش هيبقى سريع كده. بس في كارت الميزة دوت، في كارت يعني حاجة مميزة قوي بيه، وهي سمة القيادة. سمة القيادة ديت مظبطة الكارت. يعني دي أحسن حاجة، أحسن سمة في اللعبة، أحسن سمة في موبايل، أحسن سمة. السمة ديت بتخليه إيه، مثلا اللعيبة في آخر الماتش بتلاقي الصحة بتاعتهم حمرا وكده، لا ده يخليهم كويسين، يخليهم يقطعوا، يخلي الحارس كويس. بص بيخلي اللعبة كلها كويسة. فأنا تقييمي للكارت دوت عشان سمة القيادة هرفعه يعني جامد. تقييمي للكارت دوت هيبقى 7 من 10. انتوا انزلوا دلوقتي قيموا الكروت وقولوا لي، وانا هرد على الكومنتات كلها. خش على اللعبة ونخش على صاحب الكرة الذهبية عثمان ديمبلي. الكارت بتاعه يعني اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا مش محتاج اقيم الكارت دوت. الكارت بتاعه المرشح كان حلو، كان سريع كده وخفيف، التسديد بتاعه كويس، يعني كارت تقريبا متكامل. بصوا الطاقات، الايقاع بتاعه حلو، التسديد بتاعه حلو، التمرير حلو، المراوغة حلو. البدني والدفاع وحشين. الدفاع ماشي يقول وحش، بس البدني عنده وحش. يعني انت مثلا مش هيقعد يصارع عشان كورة وكده، فديت حاجة هتنقصه يعني. بس غير كده هو كارت خارق. السمات بتاعته عنده سمات حلوة، موهبة مميزة، صنع الألعاب، مراوغة سريعة، تسديد بارق. يعني بص فأنا تقييمي للكارت دوت 9 من 10. نخش على اللاعب التاني وهو هالاند. يعني أنا مش محتاج أتكلم عشان الكارت دوت هياخد تقييم وحش أوي. أول حاجة الإيقاع 135، مفيش منه الكلام ده خالص. الكارت هيبقى سيء. أنا جربت الكارت المرشح بتاعه، كارت سيء
التسديد حلو ماشي، المراوغة هيبقى تقيل، كل الحاجات دي هيبقى تقيل. بس يعني تقييمي للكارت هيبقى 6/10. هتقولي ليه يا هيرو؟ هقولك انت جرب الكارت وبقى تعالى قولي الكارت سيء. ونخش على اللاعب التاني ورافينيا، اللاعب اللي جاب جدل كتير بسبب 20 لاعب اللي انت تقيده. اولا اللعبة عامله لك 20 لاعب، هو محطله في البول بي، فهي مخليانه ايه البول بي، وهو مخلينه اعلى اوفر في اللعبة في الالتيميت، فلازم يخلوه مش سهل. بصوا الطاقات الموجودة ديت شغالة، والبدني القليل دوت هو لو لعبت بيه هيلعب بدني كويس، يعني الطاقات كلها كويسة. السمات بتاعته بقى مراوغة سريعة، صانع. بصوا السمات بتاعته نفس سمات الالتيميت كلهم تقريبا. كارت ليه تقييمي ليه هيبقى 9/10. ونخش على بدري. وبدري الكارت بتاعه يعني اللعبة مش مدياله حقه، اللاعب أسطورة في الحقيقة وكويس وكل حاجة، مش مدياله حقه خالص. بص والتمرير المراوغة كارت بصراحة حلو. وفي حاجة بقى السمات بتاعته عنده سمة القيادة، سمة القيادة دي هتخلي الكارت جامد وباقي التشكيلة جامدة. فانت مثلا تخيل لو انت حطيت فان دايك وحطيت بدري في تشكيلة هتبقى تقيلة قوي يعني. فانا تقييمي للكارت دوت هقيمه 8/10. نخش على كارت اوديجارد. كارت اوديجارد يعني انا بصراحة هقيمه تقييم مش حلو، علشان الكارت مش حلو، يعني انا جربته كارت مش حلو. ولو عايز اي حاجة معترض معايا انزل قيم اللعيبة كلها تحت وقول لي اللاعب اللي انت معترض معاه، اكتب لي في التعليقات تحت. خش على الكارت التاني وهو كارت الفيتينيا. كارت فيتينيا دوت كارت يعني كويس. الكارت دوت الايقاع بتاعه كويس، التسديد، المراوغة، الدفاع، كل حاجة كويسة. عنده يعني بيمرر مثلا عكسيات من مثلا من اليمين اللي يحط الشمال، الكورة بيوديها كويس. بيشوط باور شوت كويس، صانع الالعاب. بيضغط، عنده الضغط، يعني انت مثلا عملت اللي هو يروح يضغط على اللاعب فبيضغط، ديت هتفرق معايا في التقييم علشان الضغط ديت كويس. فانا هقيمه على حكاية الضغط ديت. والتقييم للكارت كامل، تقييمي لكارت فيتينيا 8/10. كارت كويس، اشتغل معاك كويس. نخش على اللاعب بتاع التاني، واللاعب اللي هياخد اعلى تقييم معانا النهارده نونو مندش. هو انا مش محتاج اقول لكم نونو مندش عمل ايه، يعني نونو مندش فاجر جامد داعر قول زي ما انت عايز. 180 سنتي ليفت باك. بصوا البدني كويس، غير التطوير بدل 121 هيتطور هيبقى كويس. الدفاع كويس، المراوغة كويسة، التمرير، كل حاجة كويسة. السمات بتاعته تشتيتة بهلوانية، لعب جماعي، تدخل حاسمية، يلعب عرضيات مبكرة، يعني بتخليه يعمل عرضية على طول يشوطها، مش لسه بقى يقعد في سنة يعملها. دفاعيا مرتفع، هجوميا مرتفع. انت الكارت دوت مش ممكن ما تلاقيش لاعب كده زي كده تاني، يعني بتهيألي كارت مارسيلو فيه كده بس هو الكارت مش شغال في السمات والحاجات دي، بس الكارت مش شغال. فهو تقييمي للكارت نونو مندش تقييمي ليه 10/10. كارت جامد، كارت يعني فاجر. مشكلته اللي هو مثلا ليفت باك وكده، بس الكارت جامد هيفيدك في الليفت باك، لو انت ما بتلعبش بالليفت باك هيفيدك بيه. ونخش على اللاعب التاني وهو كارت صليبة. وكارت صليبة كارت حلو قوي، كارت اللي هو المرشح بتاعه جامد، الكارت الالتيميت بتاعه جامد عن تجربة جامد. فيعني انا من غير ما اتكلم كتير، يعني الكارت دوت فيه سمات حلوة، لعب جماعي، تجربة بهلوانية. بصوا الكارت جامد، بس مشكلته 5/3. فالكارت دوت هيقيم 8.5 بسبب الكارت جامد. انا عايز اقيمه 9 واكتر من 9، بس عشان القدم الضعيفة مش حلوة قوي يعني وكده. ونخش على الحارس المرمى دوناروما. الحارس يعني اللي جامد، الاسطورة. اول حاجة الارتماء بتاعه 150، التطويرات بقى بتاع الحاجات دي عالية جدا. البدني، الركض، بص كل الطاقات بتاعته جامدة. قدرة التحمل والحاجات ديت مش مهم. نخش على السمات.
بص، اولا متوسط هجوميا متوسط دفاعيا، انت بتتكلم في ايه يا عم؟ انت طلعه يلعب ايه ده؟ هو ايه اللي السمات بتاعته بيطلع الكرة على طول، يعني دي مش سمة يعني عادية. تمرير طويل، رمي كرات طويلة، يعني انت بيرمي لك كرات طويلة، دي حلوة برضو. والسمة اللي انا يعني هقيم الكارت دوت جامد فيها، السمة 1 ضد 1 حارس مرمى. السمة ديت لما بيخش انفرادة بيكون جامد. لاعب يعني بيصد، بيعمل 1 لواحد، بيبقى جامد قوي. دوناروما الكارت بتاعه جامد، نزل قدامي كتير. هتقول لي مثلا الكارت مش حلو، بينزل قدامي وبجيب فيه جوان في الهجوم التنافسي مثلا. هقول لك يابا، ما انت ممكن تجيب في اي كارت بتجيب فيه جوان في الهجوم التنافسي، بس الكارت بصراحة جامد. وتقييمي للكارت دوت 9 من 10. انا كنت هقيمه 9.5، 10 من 10، لولا بس اللي هو مش اعلى اوفر في اللعبة، اوفر 116. لو اوفر 117 كنت هقيمه 10 من 10 وش. وكده يعني وفقت في تقييمهم. وانا قيمت على اللعيبه اللي على بالنسبه لخبرتي يعني في اللعبه، وبالنسبه للعيبه اللي دخلت قدامي واللي انا جربتها. فما تنساش تحط اللايك والاشتراك، وتكتب لي في التعليقات اللعيبه اللي انت تختلف معايا في تقييمها، او انت تقيم لي اللعيبه كلها وانا هرد على كل التعليقات. وانا قلت لكم عن الريتش بتاع قناتي دلوقتي، فدعمكم معايا. وانت لو وصلت للحته دي من الفيديو فاكتب لي 12 ان، وانا هخش يعني هخش ارد عليك واعمل معاك، ونخش نتكلم يعني، عشان انا عايز اكلم حد يعمل معايا فكرة فيديو كده. فما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، ويلا سلام.